موجز، أهلا بكم. قال مصطفى بيطاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس إنه تمت المصادقة على القانونين المعنيين بنهاية التعاقد في قطاع التربية الوطنية. كما أكد بيطاس أنه ستتم إزالة مصطلح الأطر النظامية من القانون المتعلق بإحداث أكاديميات التربية والتكوين، كما أن القانون الثاني المتعلق بنظام المعاشات ستصبح بموجبه كل الموارد البشرية العاملة في قطاع التربية الوطنية موظفين، بمن فيهم الذين توظفوا سنة 2016. وشدد بيطاس إلى الاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة المضربين وكذا الموقوفين عن العمل. أكد أنه ستتم مناقشة هذه الأمور، وأن الحكومة اليوم أسست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم. قرر عدول المغرب شن إضراب وطني لمدة أسبوع بسبب رفضهم التراجع عن ما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول، بمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات. هذا الإضراب سينطلق ابتداء من الاثنين 29 من يناير الجاري إلى غاية 5 من فبراير، ولن يتم خلال هذه المدة إبرام أي عقد سواء المتعلق بالزواج أو الإراثات أو الوكالات والبيوعات ومختلف التصرفات العقارية والتجارية والأحوال الشخصية والميراث. هذه الخطوة الاحتجاجية من قبل عدول المغرب تأتي بعد إعلان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي رفض القطاعات التي أحيل عليه مشروع القانون منح العدول هذا الحق، وأنه سعى لكي يتم إسناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مالية محددة. في خطوة تكشف مدى سمو العلاقات المغربية السعودية، أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قراراً ملكياً بخصوص اعتماد عبارة الصحراء المغربية وعدم استخدام خريطة المملكة المغربية مجزأة في جميع المؤسسات الحكومية، وعدم اعتماد أي عبارة أخرى. كما أكد القرار الذي يحمل توقيع رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى على جميع الجهات الالتزام بما قضى به الأمر الملكي، وقد بادرت المؤسسات الحكومية السعودية بالعمل وفق القرار الملكي. حقق الدولي المغربي حكيم زياش رقما قياسيا رفقة المنتخب المغربي بهدفه أمام منتخب زامبيا برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكوت ديفوار، حيث رفع حكيم زياش رصيده إلى 22 هدفا في المركز الثالث لأفضل الهدافين في قائمة المنتخب المغربي عبر التاريخ، خلف صلاح الدين بصير صاحب المركز الثاني ب27 هدفا. ويتصدر قائمة أفضل هداف المنتخب المغربي المهاجم السابق لفريق شباب المحمدية أحمد فرس برصيد 36 هدفا. بدأت إقالة واستقالات المدربين تنهال بقوة في سباق كأس الأمم الإفريقية عقب إسدال الستار عن الليلة الأخيرة من عمر الدور الأول وظهور ضحايا المجموعات الستة ممن ودعوا منافسات البطولة القارية. فبعد إقالة عادل عمروش بسبب سوء نتائجه وتصريحاته، أعلن الاتحاد الإيفواري إقالة مديره الفني الفرنسي جان لويس بعد الخسارة المدوية أمام غينيا الاستوائية ب4 أهداف نظيفة. كما أعلن الاتحاد الجزائري استقالة جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر من منصبه بعد إخفاقه الكبير في البطولة القارية وفشله في عبور الدور الأول للمرة الثانية على التوالي، وذلك في ظل ضغوط جماهيرية كبرى. هذا وتمت إقالة كريس هوتون المدرب الفني لمنتخب غانا بدوره، وهو الآخر في الوقت الذي قدم المدرب البلجيكي توم استقالته من تدريب منتخب غامبيا بعدما فشل في عبور الدور الأول بكأس الأمم الإفريقية، ليأتي الدور على مدرب تونس جلال قدري الذي انتهى مشواره مع نسور قرطاج بسبب عقده الذي يلزمه بالرحيل في حال الإقصاء من دور المجموعات.